اخبار نادي الزمالك وكل مستجدات نادي الزمالك على الساحه الرياضيه. كلنا عارفين ان النهارده الزمالك هيقابل البنك الاهلي الساعه 8. مباراه صعبه بعد ماتش الاتحاد. معتمد جمال اتكلم مع اللعيبه عن اهميه المباراه، وان لازم المباراه تخلص في الشوط الاول، لان كلنا عارفين ايه اللي حصل في ماتش الاتحاد. الزمالك بدأ الماتش بدايه مثاليه، انا ما كنتش متوقعها ولا متوقعها من معتمد جمال. بس الشوط الثاني مش موجودين. ليه بقى؟ بسبب فترة الإعداد وتأخر فترة الإعداد، وإن اللعيبة مش جاهزة بدنيا. فأنت لازم تخلص المباراة في الشوط الأولاني، عشان اللعيبة بتاعتك مش هتقدر تقف على رجليها، مش هتعرف تكمل الماتش 90 دقيقة بنفس الريتم، مش هتقدر تلعب كورة. فالزمالك ده لازم ينزل قدام البنك الأهلي عاوز يخلص المباراة من الشوط الأولاني. نسجل ونستعجل ونخلص المباراة في الشوط الأول عشان نستريح. كل تأخر هيكون مش في مصلحة نادي الزمالك، هيكون في مشكلة في نادي الزمالك. لعيبة الزمالك زي ما احنا شفنا في الماتش اللي فات، طلع فتوح، طلع ادم كايد، اللعيبه مش قادره. حتى الحلو في الشوط الاول ما كانش حلو في الشوط الثاني، اللعيبه ما عادش شايفه قدامها. كل دي مشاكل في نادي الزمالك. فالزمالك وزي ما معتمد جمال قال للعيبه لازم الشوط الاول يخلص نطلع منه كسبانين. كمان بقى في مفاجأة في تشكيلة نادي الزمالك كل الناس بتتكلم عليها وكل قاعد يتكلم على موضوع بقى. هو حسام أشرف 99% هيكون هو مهاجم نادي الزمالك قدام البنك الأهلي. كل ده بعد كمان إصابة آه عمرو ناصر، وكمان مع عدم وجود ناصر منسي اللي مستواه قليل جدا. خلاص بيقول لك حسام اشرف هو اللي هيكون مهاجم نادي الزمالك. بيقول لك متالق اصلا في معسكر نادي الزمالك، وان شاء الله معتمد جمال ناوي يديله. واللاعب اصلا من ابناء نادي الزمالك، وكان ظهر فتره وراح سموحه كان حلو ورجع تاني نادي الزمالك. نتمنى انه يكون حلو، وبالذات ان الدباغ في فتره غياب بزيرة هو اللي هيكون الجناح. يعني كده شكل كده الدباغ هو الجناح بتاع نادي الزمالك، مش هيلعب مهاجم. فاحنا محتاجين مهاجم في الصندوق يخلص لنا المباريات. بيجي فرص وشفنا الكلام ده قدام الاتحاد، فرصة واثنين وثلاثة لناصر نستغلها، عشان احنا اصلا كفريق مطلوب بس اللي احنا نجيب جون ونقفل، مش مطلوب اكتر من كده من الفرقة. اللي احنا نقفل ونجيب جون ونخلص المباريات 1-0 2-0. الدوري ده عبارة مش ان انت تلعب كورة، لا، ان انت تلم نقط. وانت وحش تلم نقط، وانت حلو لم نقط. انت بتلم نقط على قد ما تقدر تلم نقط. كمان نزل قائمة نادي الزمالك وفيها غياب عبد الله السعيد. عبد الله، حتى عبد الله كنت قاعد في اليونان يا عبد الله بتاكل وبتشرب. صح، انت كنت عاوز تعتزل. ما انت كان مزاجك حلو بقى، قاعد تاكل وتشرب ومش مستحقات، بتحسب ان انت مكمل او هتبطل كوره. ما تيجي جاهز يا عبد الله. خبر محزن، انا كنت دايما براهن على عقلية عبد الله السعيد، ان هو غير اي حد، ان هو في الاجازة تلاقيه شغال على نفسه. واحد عنده 41 سنة اكيد يعني بيموت نفسه في التدريب عشان يجيب لياقة ويجيب حضور ذهني. ده الحضور الذهني ده محتاج لياقة لوحده. مش معنى انت لو تعبت جسمانيا ده هيقف، برضه ده هيقف. فالزمالك يعني تنزل امبارح ان عبد الله السعيد خارج قائمة نادي الزمالك قدام البنك الاهلي بسبب عدم جاهزيته. تشيكو بنزا الرقاصة جاي وجاهز، انت مش جاهز؟ ازاي يا ابني؟ ازاي يا ابني؟ احنا بقى وقعنا مع نصابين، اقسم بالله بالزيرة وشيكو بنزا دي نصابين. واحد بيفتح لايف وواحد بيخلص حفلات الرقص بتاعته. حفلات الرقص بتاعته في إيه يا جدعان؟ ايه اللي احنا وقعنا معاه ده يا جدعان؟ واحد طالع لايف، الناس الجمهور داخل يقول له يا عم تعالى نادي الزمالك، انت ليه مش عاوز ترجع؟ هترجع امتى؟ يقول لهم نو كام باك. والواد مش في دماغه، عنده لا مبالاة ولا اكن في جمهور اصلا بيشجع الفرقة ديت ولا اي حاجة، ولا الفريق ده عمله. الواد معروض عليه مبلغ مجننه بمعنى كلمة مجننه. بيحسب نفسه يروح يلعب كده عشان يجي عليك الغرامة التمام. والتاني كان لما خلص حفلات الرقص بتاعته افتكرك، قام قال لك مناج. يا ريت تيجي على دي. حتى احمد الجبالي اللي كان قاعد مفروض من يناير اللي فات، اللي هو ابها ديت، فريق ابها طرده
الواد ما كانش عاوز يخلص حتى الجواز السفر بتاعه، يقول لك هو دي سبب التأخير. على موضوع احمد الجفالي، كان طلع خبر كده ان احمد الجفالي مصاب، وان الواد عنده اصابه مزمنه وبتاع. الكلام ده مش حقيقي. الواد نزل التدريبات وخلاص، انضم للتدريبات، وخلال الفتره الجايه هيكون متواجد مع نادي الزمالك، ولاعب مهم اصلا يعتبر. مش عشان مستواه احنا ما نعرفش مستواه، هو ما لعبش مع الزمالك وكان بيقول عليه موهبه تونس هو دوت. يعني راحوا جابوا ده وجابوا معالي وجابوا كذا واحد، قال لك دي المواهب بتاعت تونس والمغرب، هم دول اللي هيشتروا نادي الزمالك 10 سنين قدام، واحنا ما شفناش منه اي حاجه. راح ابها باين ما ينفعش، مشوه. لاعب بيلعب جناح في وجود ازمه اصلا في خط اللي قدام، بنعتبرهم لعيبه جديده، بنقول هم دول اللي هيكونوا مؤثرين في نادي الزمالك. زيه زي محمود جهاد في نص الملعب، لاعب 6 محتاجينه في نص الملعب. لاعب بقى جاهز برضو، دخل المره اللي فاتت التشكيل، يعني دخل قائمة نادي الزمالك قدام الاتحاد. لاعب مهم في نص الملعب كله بيشيد بيه، زي برضك احمد حسام في خط الدفاع. كل دي لعيبه جديده، بنعتبرهم لعيبه جديده مش اي حاجه. واحد زي محمد عاطف، اللي ما قدرناش نجيبه ولا نفسخ الاعاره بتاعته من طلائع الجيش. لاعب على ذمتك وانت محتاج ومش عارف تخلص مع الفرقه بتاعته. محتاجين اي لاعب يخش قائمه نادي الزمالك، وبالذات في الحته اللي قدام. في وجود الناقص احمد شريف دي مش نافع، اقسم بالله. لما يكون عندك الجفال ومحمد عاطف، ناس مؤثره في الكوره، تعرف تطلعك يا جماعه على الاقل لعيبه رجاله، لعيبه هتلاقي منهم بيدولك طاقتهم 99%، مش اكتر ولا اقل. انت محتاج تكسب بالروح والعزيمه، مش اكتر ولا اقل. في جمهور وراك بيملى الاستاد، بيبث الحماس، اللعيبه تشتغل مش اكتر ولا اقل. دي اللي احنا بنتكلم فيه. طب خلينا نتكلم بقى، برضو كل الناس بتتكلم على موضوع ايقاف القيد بتاع نادي الزمالك. هل الزمالك هيفك القيد ولا لا؟ طب ايه المشكله في نادي الزمالك؟ الزمالك خلاص يعتبر عاوز طلب بجلسه استماع من محكمه الكاف، عشان يعني يشتغل بقى ان احنا علينا فترتين. الزمالك عاوز على الاقل يخليها فتره واحده عشان نعرف نجيب صفقات في الشتاء. طب الزمالك هيقدر يعمل الموضوع ده ولا لا؟ وهو بقى واقف يعني ايه القانوني في صالح نادي الزمالك؟ في صالح نادي الزمالك ان الزمالك خلص جميع القواضي اللي عليه. فامر من كده 18 قضيه كان عليك، الزمالك خلص. الزمالك انهى كل المشاكل دي. فالزمالك هيروح لمحكمه الكاف ويقول لهم يا عم اهو احنا خلصنا 18 قضيه، افتحوا لنا القيد في الشتاء عشان نجيب صفقات. طيب المحكمه اصلا كان نزلت مواعيد. هل في مواعيد الايام دي؟ بيقول لك مفيش مواعيد، ولو في مواعيد لنادي الزمالك هتكون في اكتوبر. في اكتوبر لنادي الزمالك. فالزمالك بيحاول يتحرك عشان ياخد ميعاد يشوفوا القضيه بتاعت نادي الزمالك وإيقاف قيد نادي الزمالك ويخلصوا الحوار ده. فالزمالك بيحاول بكل جهده انه يفتح القيد في الشتاء، عشان الزمالك جه على فترتين، عاوزين فتره كمان. يعني عاوزينها تكون فتره واحده، اللي هي فاتت ده خلاص، ما احنا ما جبناش صفقات، لسه فتره الشتاء. الزمالك بيحاول على قد ما يقدر ان يشتري الموضوع ده. الزمالك جه عليه امبارح ايقاف قيد اصلا بسبب النادي الاوكراني اللي واخدين منه بزيره الهارب. ده حاجه تجنن. يعني اللعب مش في ايدينا، وبيجي علينا اصلا ايقاف قيد لمده فترتين بسبب 200,000 دولار. كده كده الزمالك هيدفعهم. بس انتوا شايفين الزمالك يا جدع، انا متهيألي والله اللي مسؤول عن القواضي وايقاف القيد كده في الفيفا، اول ما بيشوف اسم الزمالك من غير ما يقرا ايقاف قيد 2 مرتين. الزمالك بقى علامه تجاريه عالميه في الفيفا. احنا اشهر نادي في الفيفا، كتر القواضي اللي عليه والمحاكم اللي عليه والفلوس اللي اللعيبه بتطلبها. الزمالك واخد سمعه جميله، سمعه يعني على الختم، على الختم بمعنى كلمه الختم، في القواضي اللي عليه والمشاكل اللي عليه والحوارات اللي عليه، واللي الجمهور بيشوفه من نادي الزمالك. يعني الجمهور بيشوف العجب. مفيش نادي في العالم جمهوره بيحصل له زي اللي بيحصل لنادي الزمالك نهائيا، بمعنى كلمة نهائيا. سمعنا امبارح خبر تجديد امام عاشور. انا قلت لكم قلت لكم ان امام عاشور بعد المستوى بتاع الماتش اللي فات ده
والله لا يلعب اساس وهياخد اللي هو عاوزه. واللاعب انا قلت برضك ان اللاعب مش عاوز يمشي من النادي الاهلي ولا في دماغه. اللاعب عاوز يكمل في النادي الاهلي وفلوس النادي الاهلي، هو عاوز يزود العقد بتاعه بس. وده اللي حصل. محدش يطلع بقى يقول لي من الاهلاويه اصل هو متجدد بال25 مليون والعشر اضافات والعشرة اعلانات. مفيش كلام من ده. خليك من جواك سوي، مش امام عاشور اللي اتضحك عليه واتضرب على قفاه. ماشي. الاهلي رضى اللاعب وحقه ان هو احسن لاعب في مصر ومؤثر، وانت شفت التأثير بتاعه في الماتشات اللي فاتت وغيابه. الاهلي رضاه ماديا بمبلغ محترم. ما تقوليش 50 ولا 60 ولا 70، الواد ده بياخد رقم احنا ما نعرفش، بس انا مقتنع 100% ان الواد امام عاشور ده مش هينزل ارض الملعب الا وهو مرضي ماديا. ومرضي ماديا دي مش 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا الكلام من ده. ده كان طلع خبر امبارح بيقول لك ان الاتحاد السعودي الاهلي عرض على الاتحاد ان يشتري امام. يا حبيبي انا قلت لك ان امام عاشور هيلعب الماتش الجاي اساسي اصلا، بعد ما كانوا بيقول لك عنده شد وعنده عض وعنده مش عارف ايه. مين اللي هيقعد دكه؟ انت مجنون. ده امام عاشور بالمستوى ده اول واحد هيلعب. وعندهم حق. اتفرج على النادي الاهلي، مفيش يابا مفيش، اقسم بالله انبا قطعته. سيبك بس من الاعلام، ما تقعدش تسمع للاعلام، الاعلام ده فاشل. اعلام كله قابض. اسمع مني، ابراهيم عبد الجواد كان طالع على التلفزيون بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاهلي سيطره وهيمنه في الشوط الاول. ما شافش بقى الجنون بتوع انبي، ضربه الجزاء اللي اتحسبت وضاعت، ان الاهلي بيتضرب من العمق. ما شافش الكلام من ده. ما شافش ان الاهلي جاب جون من ضربه حظ من مروان. ما شافش. الاهلي سيطره وهيمنه واستحواذ على الشوط الاولاني. يا ابني ده حافظين مش فاهمين، انت اللي مش فاهم بس. فالاهلي خلص موضوع امام عاشور، بس اقتنع انه بمبلغ اللي انا بقوله لك ده بس، مش اكتر ولا اقل. خلاص ياسر ابراهيم برضو بعد ما كان عامل مشاكل ولعب هادي رياض اصلا وبتاع، بيقول لك ايه؟ خلاص الاهلي جمد المفاوضات مع شباب السعودي واللاعب مستمر مع النادي الاهلي والاهلي هيجدد له. نفس الحكايه مصطفى شوبير بعد ما الاهلي رفض عرض كومو، خلاص يعتبر هيجدد في النادي الاهلي. دي كل مستجدات. اهم حاجه اللايك والشير والتابعين، وتعرف عشان تعرف كل جديد عن الكوره المصريه والعالميه. سلام.